وانا بنتقد كمان يبقى النقد بناء. يعني الحسام توصل له رساله يقدر يعدل بشكل كبير جدا، لان اللي بيكلموا نجوم كوره كبار جدا ومدربين، فيقدروا يوصلوا ده بشكل كويس جدا. لكن لازم يبان في الاستوديوهات كلها، كل لعيبه الكوره او كل اللي موجودين في الاستوديوهات كلها لازم يتكلموا على المنتخب المصري بشكل احسن من كده. وباكد حط 100 خط احسن من كده، لاني انا مش على مستوى العالم في الكوره كلها بتلاقي الفرق بتاخد بطولات وبتوصل للنهايات كل الكلام ده، لكن الاداء ما بيبقاش بنسبه 100%. لكن في نفس الوقت الاهداف بتتحقق بشكل كبير جدا، وفي النهايه بنفتكر البطولات وبنفتكر الانجازات اللي حققتها الفرق الكبيره والمنتخبات الكبيره. مباراة بوركينا فاسو هتكون إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم. إدارة المباراة لو تمت بنفس الطريقة بتاعة المنتخب الإثيوبي هتكون النتيجة عاملة ازاي؟ يعني احنا فزنا 2-0 بركلات الترجيح. شوفي بيبقى عند اللعيبة أو في التشكيلة بتاعة اللعيبة. شفنا خالد صبحي مساك بيلعب برجليه الشمال ودفع بيه حسام حسن. على فكرة بيبقى إحساس برضو الواحد بيبقى فيه شغف في الوجوه الجديدة. يعني لما يكون عندك عناصر خبرة منتخبات كبيرة وانت بتلعب